تخيلوا لو اكتر القصص المرعبة اللي اتكتبت ما كانتش خيال. ادجار ألان بو اتولد في 1809 في بوسطن. لما وصل لثلاث سنين بس فقد باباه ومامته ماتت بمرض التيوبركلوزز او السل. اللي اخدوه يعيش معاهم كان واحد اسمه جون وفرانسيس ألان. هو اخد فعلا اسم العيله بس هم ولا عمرهم تبنوه ولا حتى اسمه اتكتب في وصيه جون. هي دي لوحدها تفصيله اساسا صعبه. علاقته بجون كانت متوتره جدا على عكس بقى فرانسيس ألان اللي وللمفاجاه ماتت برضه بعد صراع مع المرض. كان بيحب واحده اسمها الميرا وهو صغير قوي 16 سنه. باباها هو اللي منعهم يتجوزوا بعد ما قطع كل جواباته علشان تفتكر ان هو خلاص ما بقاش بيحبها. خلاها بعد كده تتجوز رجل اعمال. في حياته كمان واحده ست مهمه قوي، فيرجينيا، قريبته، مراته، حياته حرفيا كلها برضه ماتت بالتيوبركلوزز وهي عندها 24 سنه. بيتحكي انه فضل قاعد جنبها يمكن اكتر من 5 سنين مستني حاجه نفسه انها ما تحصلش. ادجار ألان بو قدم فن عظيم جدا لان هو كان حقيقي قوي. اتكلم على السايكولوجيكال هورر ودخل في نفسية البني آدم لغاية ما حرفيا جاب آخرها. اتكلم عن الكحوليزم بعد ما هو نفسه كان بيعاني كتير قوي مع إدمان الكحوليات. وكعادة معظم الكتاب ماتوا هو مش معاه فلوس كتير وهو عنده 40 سنة قبل ما يتجوز الميرا ب10 أيام. وأيوة هي نفس الست اللي كانت موجودة في الأول. هو كمان مش بس قدم لجوانب السايكولوجيكال هورر، هو قدم لجونرز كتير قوي في الادب. هو مش بيتكلم على ناس شخصيتها وحشيه، هو بيتكلم على ازاي البني ادم بيتغير وشخصيته تبقى وحشيه. انتوا بقى قولوا لي لو قريتوا اي حاجه لادجار ألان بو. وبس كده.